السلام عليكم شباب، معكم محمد، واليوم جانا لكم مقطع جديد يا شباب. واليوم قصص من الطفولة راح نبلش بهاي السلسلة من اليوم. أول قصة لنا اللي مثل ما مكتوب بعنوان المقطع. كيف رحنا على حديقة وانفرشنا من أكثر من 20 أو 30 شخص هجموا علينا وكسرونا تكسير. بدون ما أطول عليكم يلا بينا يا شباب على المقطع. اوكي يا شباب، بداية القصة شنو هي؟ انه بيوم هيك كان عادي، صاحبي كان ببيته، قلنا نروح عنده هيك شوي نجلس نشرب قهوة. المهم يا شباب رحت لعنده، والله كان جو هيك ملل وما بعرف ايش. قلت له تعال نطلع، قال لي معي كله كان 2500 دينار عراقي كان معي. قلت له يلا بينا خيو، خلينا نروح لمنطقة هيك عندنا اسمها بردرش، قلنا نروح هنيك نروح للحديقة نغير جو. قال لي طيب تمام امشي. قبل ما نطلع ضبطنا حالنا هيك انا واخوي وازاد كان معنا. خيو بس وصلنا خارج المنطقة تبعتنا مشان نروح بتاكسي لهونيك. كل اللي معنا 2500. فالتاكسي قال تعوا تعوا تعوا، والله اصر علينا. ليش؟ لانه شاف لبس اخوي ما لبس هيك الاغنياء، جبر علينا اخر شي ب2000. رحنا وصلنا لبردرش ضل معنا 500. بس وصلنا البردرش اخذنا كل واحد منا طاقة ورحنا للحديقة، قعدنا شوي. رحنا هاي على النطيطة تسموها بالانجليزي ترامبولين، ما بعرف ايش، رحنا عليها. طيب نحن نتنطط هيك اجوا علينا اثنين ثلاثة هاي من تبعون المشكلات ورضاك يا امي ما بعرف ايش. اجوا علينا سألوا صاحبي قالوا له بتبيع القفازات اللي بيدك؟ صاحبي قالوا لا. رجع سأله كمان مرة قالوا لا. ثالث مرة سأله صاحبي سبه. لما صاحبي سب هذا الشخص اللي كان يسأل قالوا بس خلصوا تعالوا انزلوا لي. طيب بس بعد ما نزلنا صاحبي من الخوف عطى الكفوف لأخوي، قال أنا مو صاحب هذول الكفوف. يعني هذا الكلب خلى أخوي بالمشكلة وطلع منه. بس عطاه أخوي ما ترك الكفوف، مع أنه مو تبعينه كان لازم يعطيهم عادي. أخوي ما ترك الكفوف. هذوليك شخبطوا ايد اخوي بالاخير. اخوي عطاهم الكفوف ورحنا مشينا. بعد ما نمشي صاحبي هذا اللي عطى اخوي الكفوف يقول والله انتم ما وقفتوا معي. يا ابن الحلال انت اللي دخل المشكلة، كيف نحن نوقف معك؟ تروح تنضرب وبالاخير تحط اللوم علينا انه نحن ما ساعدناك. انت والولد واحد بواحد. يقولي لا والله عراق الشوارع لازم الكل يتدخل. ويوم ما اهتمينا له، رحنا على الكونتر والبلاي ستيشن لعبنا شوي تونسنا. صاحبي راح مشان يشتري كمان كفوف، لقى اثنين من المنطقة تبعتنا هنيك جابوا. قالوا شباب نحن كمان بمحل الكونتر لساتنا. قالوا شباب قوموا راح نروح ناخذ بتارنا منهم ونجيب القفازات. رحنا على نفس الحديقة شفناهن. واحد من هدوليك الشباب اللي صاحبي جابهم، خلينا نسميه مثلا حسن. قالوا لنا نحن نجيب حسن وانتوا تجيبوا واحد من عندكم وراح يتشاجروا، واللي يفوز ياخذ الكفوف ونروح. هذول اتضاربوا خلصوا. حسن ربح بس هذول ما عطوا الكفوف. هني كمان دخلوا بالمشكلة. قلنا لهم تعوا مو راح تسوي مشكلة، تعوا راح نسوي مشكلة. ونحن نمشي لساحة خالية مشان نتشاجر. هن كل شوي يجيبوا واحد. نحن بنص منطقتهم يعني بأرضهم وبين جمهورهم. نحن ينادي هاد وينادي هاد وينادي هاد. كل الحديقة صار على 6 أشخاص. 6 أشخاص بس. ضربنا 2 3 منهم وبس بلشوا يهاجموا. فركناها شباب، كلنا فركناها كلنا هيك توزعنا بالحارات لبين ما وصلنا للبيت. والشباب البقية اللي ضلوا هنيك تكسروا تكسير شباب. اللي تكسر من ظهره، اللي جاء ضربوه بالحجر على وشه، كسرونا تكسير. بعد ما وصلنا للبيت ما كنا خابرين اهلنا، كمان اكلنا قتلة من الاهل كمان. وبس يعني شو بدي اقول لكم اكثر من هيك؟ انجلدنا جلد 90 دقيقة على الاخر يا شباب. وبس شباب هذه كان قصتنا لليوم، اتمنى عجبتكم. نشوفكم بالقصة الجاية. كان معكم محمد، نشوفكم مقطع جديد وبيس اوت.